ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض exercise 14 على adding الفراكشنز بدينومينيتور 10 او 100. طيب المهم يعني دي ارقام تليفوناتي اللي حابب ايه يتواصل برضه معايا. طيب بيقول لك انا كده write the numerator. تمام، بيقول لك or denominator to form equivalent، عايز يعمل equivalent fractions. طبعا هو نفس السؤال اللي عملناه في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هو لما كانت هنا 10 خليناها 100، يبقى بالتالي هنا كانت 6. هو مجرد بس الحكايه 10 زود لها صفر يبقى 6، ايه كمان هنزود لها صفر. ال 20 شال منها الصفر يبقى ال 100 هنشيل منها الصفر. 900 شال منها صفر بقت 90، يبقى ال 10 يبقى ال 100 هنشيل منها صفر تبقى 10. هي نفس الفكره يعني. بس فخلاص كمل الباقي انت ايه بقى لوحدك، انت بتشوف بس ايه كل اللي بتشوف هل انا شلت من الرقم صفر ولا زودت له صفر بس. يعني هنا مثلا ادينا اهو شلنا صفر بقت 7، يبقى هنا ال 100 لازم هنشيل منها كمان صفر تبقى ايه تبقى 10، وهكذا بقى ايه في الباقي يعني. السؤال اللي بعده، طيب يقول لك انا كده make equivalent fractions and record how you increased or decreased the numerator and the denominator. يعني بيقول لك ايه make equivalent fractions، عايز طبعا equivalent fractions، وريكورد يعني قول how you increased، ازاي انت زودت or decreased او قللت النوميريتور والدينومينيتور. يعني قول لي انت قللت او زودت الدينومينيتور او النوميريتور بقد ايه. تعالى نحل امثله عشان نفهم. طيب هحل الثلاث اسئله دول في الاول كده. قلنا بنبص على نشوف الناحيه الكامله، هي دي الناحيه الكامله. هو كل اللي عمل فيها ايه؟ زود لها صفر، سوري شال منها صفر فبقت 10، فانا كمان ايه هشيل منها صفر تبقى كام؟ تبقى 3. طيب زي ما قلت دي بس الاسئله اللي انا هحلها. تعالى كده نمسك اول سؤال. هنا كانت 100 بقت 10، قلنا نشوف الناحيه الكامله. هنا كانت 100 بقت 10، فشلت صفر، فكمان من الصفر دي هشيل صفر هتبقى كام؟ هتبقى 3. هنا شلت صفر بقت 10، هنا هشيل صفر بقت كام؟ بقت 3. طيب ده كده الحل خلاص، ميك ايكويفالنت فراكشن. هو عايز بقى ريكورد اقولها اللي هو انكريز اور ديكريز ذا نوميريتور اند دينومينيتور. طيب اللي فوق ده اللي انا عملته ده كان النوميريتور ولا الدينومينيتور؟ ده النوميريتور. طيب انا بقى هكتب ايه؟ هكتب كده هقول له نوميريتور. نوميريتور طبعا هو قال له ولا زاد؟ قال لي يا مستر. هقول له كده decreased، اقول له كده نوميريتور decreased باي، يعني قلب ايه؟ او ثواني، numerator decreased هنقول له كده from 30 to 3. from 30 to كام؟ from 30 to 3. يعني معناه ايه؟ ان النوميريتور قل من 30 لل 3، يعني من ال 30 نزل بقى 3، قل من ال 30 لل 3 عن طريق ايه؟ باي dividing، عن طريق ان انا عملت dividing باي كام؟ اهو باي dividing باي 10. بس يبقى كده ايه؟ يبقى كده النوميريتور اهو، يبقى كده النوميريتور decreased. تعالى كده من فوق اهي. يبقى النوميريتور decreased from 30 to 3، قل من ال 30 كان 30 بقى 3 عن طريق ان احنا عملنا ايه؟ dividing by، عن طريق ان احنا عملنا ايه؟ dividing by 10. عن طريق ان احنا عملنا ايه؟ dividing by 10. طيب تعالى في اللي بعده. هنا كده ايه؟ 4 over 10. اشوف الناحيه الكامله هي اللي فوق. ال 40 دي وصل لها ازاي؟ عن طريق ان هو زود زيرو. طالما زود زيرو هزود انا كمان ايه؟ زيرو من تحت فتبقى 100. طيب تعالى كده بقى نعمل اللي هو عامله. هنا المره دي بقى انا بتكلم. طيب هنا المره دي بقى انا بتكلم على نوميريتور ولا دينومينيتور؟ لا يا مستر دينومينيتور، فخلاص هشيل دي اغيرها كده اخليها دي نو مي نيتور دينومينيتور. تمام. طيب يبقى الدينومينيتور ماله؟ ثواني. طيب الدينومينيتور هنا زاد ولا قل؟ الدينومينيتور اللي هي مستر زاد، هقول له كده انكريزد. بس يبقى انكريز، يبقى الدينومينيتور ماله؟ الدينومينيتور زاد فروم كام؟ ثواني. زاد كان 10 وبقى كام؟ وبقى 100. بس عن طريق ايه؟ المره ده مش ديفايدنج، عملنا ايه؟ مالتيبلاينج. مالتيبلاينج بس كده. ومالتيبلاينج باي كام؟ باي 10.
بس يبقى تاني، يبقى اديني شفت الناحيه الكامله كانت الناحيه اللي من فوق. النقط فين؟ النقط موجوده من تحت، يعني النقط موجوده في الجنب ده، فانا عايز اعرف ايه اللي حصل لما انتقلت من الجنب ده للجنب ده، عشان النقط موجوده هنا. انا على حسب بشوف النقط فين، فالنقط موجوده في الجنب ده، فانا انتقلت من هنا رحت لهناك. الفور بقت فور تاني، زودت صفر، هزود على التن كمان برضو ايه، لازم ازود لها صفر، فبقت 100. فاقول كده الدينومينيتور زاد، كان 10 وبقى 100، ففروم 10 تو 100. بس عملنا ايه المره دي؟ عملنا ملتبلاينج باي 10. وهكذا بقى، هتشوف هل احنا بنعمل ديفيجن ولا هل احنا بنعمل ملتبلاينج. نفس النظام، اشوف الناحيه الكامله هي مصر اللي تحت. انا كنت فين وبقيت فين؟ انا كنت هنا رحت الناحيه التانية، عشان كده حطيت لي النقط هنا. ماشي. التن دي بقى بقت كام؟ بقت 100، يعني زادت ب 10، حطيت لها زيرو، يعني حطيت لها زيرو فبقت 100. نفس النظام هنا لازم احط لها زيرو، فهتبقى كام؟ 20. بس كده، يبقى كل اللي انا هعمله ايه؟ اكتب له كده ايه الجمله دي كده. يبقى النوميريتور هنا المره دي ايه؟ النوميريتور زاد، فاكتب له النوميريتور increased. هنا المره دي from كان 2 وبقى كام؟ بقى 20. كان 2 بقى 20. بس كده. يبقى النوميريتور انكريز، النوميريتور زاد، كان 2 او فروم 2 تو 20، زاد من ال 2 بقى كام؟ بقى 20. باي مالتبلاينج، عن طريق ان انا عملت باي، عملت مالتبلاينج، عملت باي بكام؟ باي 10. ان انا يعني ان انا عملت مالتبلاينج باي 10، يعني انا عملت من تحت باي 10 فبقت 100، وفوق هعمل كمان ايه؟ باي 10 فبقت كام؟ بقت 20. تمام، بس دي كل الفكرة يعني. السؤال اللي بعده. طيب دي الاسئله اللي انا برضه هنكملها هنا. طبعا اوريدي 1 و1 خلاص قلنا الايكوال دي معناها كفه الميزان، لازم اللي هنا يبقى قد اللي هنا. هنا 1، هنا خلاص حط 1 خلاص ملناش دعوه بيها. هنا طبعا كانت، اشوف بقى فين الناحيه الكامله، هل اللي من فوق ولا اللي من تحت؟ لا يا مستر، انا طبعا انتقلت من هنا عشان النقط موجوده في الطرف ده، فانتقلت من هنا رحت لهناك. كانت 70 بقت 7، شلت زيرو، يبقى انا لازم كمان من تحت برضه ايه؟ لازم من تحت اشيل زيرو، فبقت 10 بس. واكتب نفس الكلام اللي كنت بكتبه المره دي، دينومينيتور ولا نوميريتور؟ لا يا مستر دينومينيتور، فاقول كده دينومينيتور. الدينومينيتور هقول طبعا هو قل ولا زاد؟ كان 100 وبقى 10 فكده قل، يبقى اقول له كده decreased by، او سوري decreased from. هو قل من كام؟ هو قل كان 100 decreased، يعني decreased قل من ال 100 بقى كام؟ بقى 10. عن طريق ايه؟ عن طريق dividing. يبقى عن طريق dividing بكام؟ ب 10. يعني ايه مستر اللي كتبته ده؟ الدينومينيتور اهو، هنا كده بيقول لك ايه؟ ان الدينومينيتور قل، تمام فعلا كان 100 بقى 10، فقل من ال 100 تو 10، قل من ال 100 وبقى كام؟ بقى 10. باي يعني عن طريق عملنا ديفايدنج ب 10، يعني عملنا ديفايدد 10 يعني، ففعلا ال 100 ديفايدد 10 اديتك 10، 70 ديفايدد 10 اديتك كام؟ 7. بس هي دي معانا الترجمه بتاعت الجمله دي. يبقى ليه انا كاتب دينومينيتور؟ عشان اللي بيتغير الدينومينيتور. ديكريز قل بكام؟ ديكريز معناها قل، عشان فعلا كان 100 وبقى 10، فقل من 100 تو 10. ده اللي انا كاتب ده، يعني بكتب اللي انا عملته بالظبط. عن طريق عملت ايه؟ ديفايدد باي 10، ديفايدنج باي 10. فعلا 100 ديفايدد 10 ب 10، 70 ديفايدد 10 بكام؟ ب 7. يلا اللي بعده. هنا كده 100 و100، هشوف الناحيه الكامله هي مصر اللي من تحت. كانت 100 بقت 10، يعني شلت صفر، اللي عملته من تحت اعمله من فوق، شلت صفر كمان فبقت كام؟ بقت برضو 10. تمام. هنا المره دي مين اللي اتغير؟ هغير بس الجمله دي، هخليها نوميريتور. النوميريتور زاد ولا قل؟ كان مستر 100 بقى 10، فقل مفيش مشكله. كان 100 وبقى كام؟ بقى 10 اهو. يبقى ديكريز اقل من ال 100 بقى كام؟ بقى 10. طيب عن طريق عملنا ديفايدد ولا باي؟ لا يا مستر عملنا ديفايدنج اهو، باي ديفايدنج. عملنا ديفايدد كام؟ طبعا ديفايدد 10 اهي، كانت 100 بقت 10، يعني 100 ديفايدد 10 ب 10. تمام بس كده. طيب رقم جي، نفس النظام، ادي 2 ادي 2 مالناش دعوه بيها خلاص. نبص على الفراكشن، فين الناحيه الكامله اللي فوق ولا اللي من تحت؟ لا يا مستر اللي من تحت، دي الناحيه الكامله اللي من تحت.
طيب النقط فين؟ النقط هنا، يعني انا رحت من هنا بقيت هناك، كانت 10 بقت 100، يبقى انا زودت زيرو وهزود هنا كمان ايه زيرو. بس كده. ثواني. ماشي، نفس نظام النوميريتور. هو قال له ولا زاد؟ لا يا مستر، انا كنت هنا بقيت هنا. انا كنت 8 بقيت 8، يعني انا المفروض زدت، يعني انا كده ايه، انا كده المفروض زدت، يبقى انكريز اهو. يبقى نوميريتور انكريزد، زدت من كام؟ كنت انا 8 بقيت كام؟ بقيت 80. بس كده يبقى انكريز، يبقى انا النوميريتور زاد. انكريزد زاد من 8، كنت انا 8 تو 80 بقيت 80. عن طريق مالتبلاينج ولا ديفايدد؟ لا يا مستر، مالتبلاينج. يبقى مالتبلاينج عن طريق مالتبلاينج، ان انا عملت باي يعني. مالتبلاينج باي كام؟ باي 10. ان انا عملت باي 10 يبقى 8، خليتها عملت لها باي 10 بقت كام؟ بقت 80. بس كده. لو اتلخبطت معلش رجع الفيديو تاني واحده واحده كده. السؤال اللي بعده. طب بيقول لك انا كده ايه، يوز موديلز تو فاين ذا ريزلت، يعني عن طريق الموديلز هات الايه، فاين ذا ريزلت يعني هات النتيجه. طيب 15 يعني هنعمل 15 مربع، طبعا احنا عارفين بقى خلاص بقى حفظنا ان الواحد ب 10. وادي 15 ادي 1 2 3 4 5 بس لغايه هنا كده. يبقى 1 2 3 4 5. طيب وده هنا كام؟ 3. ادي كده خدنا 1، ادي كده خدنا 2، ادي كده خدنا كام؟ 3. بس يبقى دي كده لو ده ولو ده. في الاخر لما بيطلع الناتج بكام؟ قلت لك ما ينفعش نعمل بلس الا لما يكون الدينومينيتور زي بعض. طبعا هنا 100 لكن هنا 10. هزود هنا ال 3 وهزود هنا ال 3، يبقى في الاخر كام؟ طبعا هنا 100 ثابته، و30 بلس في 30 بلس 50 كام؟ ب 45. لو عايزين نجيبها من المودلز هنجيبها ازاي؟ قلنا الصف الواحد ب 10، ادي ده كده 10. طبعا بالنسبه لنا يعني هو الصف الواحد، لان انا هنا طبعا انا هنا اكني قسمتها كام؟ هي هنا كانت في اول 10، فبالنسبه لي الواحده من هنا، الواحده من هنا بواحد تمام، بس في الجزء ده. طب لما انا خليتها ب 10، انت عارف انا كده ايه، انا سوري خليتها 100، فانا اكني قسمتها تاني، اكني قسمتها ايه تاني. فهي لو هنتخيل ان الشكل ده وهو الشكل ده، بس ناقصه ان انا اقسمه تاني، يبقى انا كده بقى بالنسبه لي الجزء الواحد بكام بقى؟ كأنه ب 10. يبقى هنا 10 و10 و10 ادي كده 30، و10 تانيين ادي كده 40، وفي 5 يبقى كده 45. اهي النتيجه اهي. تمام. طيب تعالى انا هحل معاك السؤال ده والباقيين هتعملوا بنفس الحاجه. بص هنا هنعمل ايه؟ نفس النظام. ادي هنا كده 7 اوفر 100 دي اوريدي خلاص جاهزه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 بس لغايه هنا. طب بالنسبه لدي، طبعا الشكل ده بالنسبه لي بيعبر لي عن 100، علشان ما حدش يتلخبط ويروح عامل دي 8 ويسكت على كده. لا يا مستر خلي بالك، دي هنا مكتوب 10، هنا مكتوب ايه 10، لكن هو الشكل ده اصلا كام؟ الشكل ده يا مستر متقسم 100 حته، يعني المفروض يبقى تحت فيه 10. طيب ما هو طالما تحت ان انا زودت عليه 10، لازم ازود برضو ايه، لازم ازود من فوق. بس هي بس الفكره ان احنا لازم نظبط الاول الشكل، لازم نظبط الايه، لازم نظبط ال الارقام اللي من تحت دي. طيب كده بقت 80. بقى دي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. بس ادينا عملت لك ايه، ادينا عملت لك الايه ال 80 مربع. يبقى كده في الاخر كام؟ ادي كده دول 80، 80 ومعاهم 7 يبقوا كام؟ يبقى 78. تمام، سوري 87 يعني. تمام. طبعا دي زيها، معلش انا برضه عايز احل معاك دي عشان بس اكد لك الحل. طالما ان دي 10 اجزاء فخلاص من حين ان انا الون ادي حته ادي اتنين. طالما ان دي 10 اجزاء فدي كده مظبوطه، دي 10. ودي 10 اجزاء مظبوطه خلاص، يبقى انا فعلا الحته الواحده على حسب الرقم اللي فوق، يعني الرقم اللي فوق ده كده 2 مظبوط، ان هو حته وحته. هنا المره دي 100 حته وفعلا مكتوب من تحت 100، فدي كده مظبوطه. هلو انت 30 يبقى انا بالنسبه لي الصف الواحد ب 10 20 30. تمام. ماشي، بس خد بالك عشان اجيب الناتج بقى، طبعا احنا عارفين ان احنا عادي ايه، هنزود من هنا صفر وهنزود من هنا صفر، فبقت 100. وهنا 30 و20 كام؟ 50. ازاي اجيبها من المودلز؟ ما احنا خلي بالك بقى، قلنا طالما ان انا بقت دي 100، فالمفروض إن هي دي كده اصلا كام جزء؟ دي كده 10. فهل الرسمه دي بتعبر عن ال 100 دي؟ طبعا لا، محتاج ان انا اقسمهم، محتاج ان انا ايه كمان اقسمهم. فمن غير ما اقسمهم
اكني بتخيل ايه، اكني بتخيل ان بقت الحته دي كلها ب 10، لان انا قسمتها ل 100. معلش ما تتلخبطش، ما تحاولش ان انت تتلخبط، لا بالراحه كده. في الاول ايه، بالراحه كده تاني. في الاول دي كانت 10، فالشكل ده عادي بيعبر عن ال 10 دي، تمام. هنا 10 وهنا ده الشكل ال 10، اللي احنا طبعا قلنا ان الرقم اللي من تحت بيعبر عن عدد الاجزاء كلها، فالرقم اللي من تحت بيعبر عن ال 10 دي كلها، تمام. بس المره دي لا، انا زودت زيرو وزودت زيرو فبقت 100. فبقى اصبح ايه، ان انا المفروض كنت ارسم كده، المفروض يعني كان المفروض ان انا كنت اقسمها. انا بقول ايه المفروض، بس المساله مش جايه لك متقسمه، المساله جايه لك بالمنظر ده. فطالما ان هي جايه لك بالمنظر ده، طالما ان هي كده جايه لك بالمنظر ده، فخلاص هتخيل ان هي مرسومه، واكن الصف الواحد بالنسبه لي كان بالنسبه لي 10. عشان كده طالما هنا 20 فرسمت صف ورسمت التاني بقى كام، بقى 20، تمام. الباقي ايه، هتكمل دول بنفس الحاجه. السؤال اللي بعده، طب تعالى احل معاك كده دول بسرعه. طبعا هنا 10 وهنا متقسمه 10، فخلاص بالنسبه لي طالما ان هي الرسمه زي اللي موجوده في الرقم، فخلاص مش محتاج ان انا احول حاجه. هنا حتتين فارسم حتتين، هنا ايه، هنا ده كده الطبيعي العادي يعني. نفس النظام، هنا 10 ومتقسمه 10 حتت، فده المظبوط. هرسم 6، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. هنا 10 ومتقسمه 10 حتت فعلا، هاخد منهم 4. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 بس، واجمعهم. 6 بلس 4 ب 10، 10 بلس 2 ب 12 بس كده، تمام. طب رقم جي، هنا 1 هول وهنا في 1 هول، يبقى انا دي بالنسبه لي كلها ممليه على الاخر. ادينا بنجمع الهولز مع بعض، فاكر لما قلنا في الحصه قلنا بنعمل ايه، بنجمع الهولز مع بعض، دي بقت 2. بس هنا 10 وهنا 100 مش ينفع اجمعهم، لازم اسويهم ببعض. ادي هنا 100 زي ما زودت تحت هزودهم من فوق. 100 ادي كده ثابته من تحت. 40 و 32 يبقوا كام؟ يبقوا كده 72. بس ادي عندي 2 هولز طبعا زي ما قلت، هيبقى عندي كده 2 هولز، تمام. ادي هول من هنا وهول من هنا، ادي كده 2 هولز. او بلاش الونهم كده، خلينا الونهم بطريقه تانية احسن. يعني انا طبعا عادي براحتي، عشان راسم لي 4 اشكال هو، بس يعني عايزك تعمل له ايه، ان الهول ده لوحده، والفراكشن ده اللي هم 40، فهنلون 40. ادي 1 ادي 2، قلنا طبعا الصف ب 100، الصف ب 10، ادي 3 ادي 4. بس ده كده خلاص، ايه المربعين دولت اللي هم بتوع اول فراكشن. بس يعني هو مجرد بس يعني ايه، هو رسمها لك كده. طبعا عادي، احنا لو كنا رسمنا زي اللي انا كنت عاملها في الاول مفيش مشكله عادي يعني. المهم عادي، ادينا خدنا ايه مربع، هنخش على الرسمه الثانيه. هنا خدنا مربع عشان 1 هول، والناحيه الثانيه المربع ده هناخد منه ايه ال 32. ادي 1 ادي 2 ادي 3 واخد منهم 2 بس كده. طيب هنا برضو نفس النظام، ادي هنا 1 هول فهناخد دي كده كلها، وهنا 5 اوفر 10. خلي بالك بس دي متقسمه 100 حته، هل دي زي دي؟ لا يا مستر، يبقى انا محتاج ان انا اسويهم ببعض. هزود لها صفر وازود لها صفر، كده بقت كام؟ كده بقت 50 حته بس، كده بقوا زي بعض خلاص. ادي 1 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 50 حته. طيب بالنسبه للشكل ده اوريدي خلاص من تحت 100، هم متقسمين 100 حته فكده مظبوطين. الون بقى 30 مربع، الصف ب 10 ادي 20 ادي 30. بس في الاخر كام؟ قلنا بنجمع الهولز. طبعا 1 هنا مفيش هولز يعني كام؟ يعني زيرو. ف 1 بلس 0 ادي 1، وهنا 50 و 30 يبقوا كام؟ يبقوا 80 مربع بس كده. طبعا بس ما ننساش ايه، ان في 100 من تحت بس كده خلاص. السؤال اللي بعده، طب بيقول لك انا كده ايه، complete to find the result، يعني كمل علشان توجد find the result، توجد النتيجة. طيب قلنا يا مستر الايكوال دي بالنسبة لي كفة الميزان، كفة الايه الميزان ما انساش. فلازم الناحية دي قد الناحية دي، وبرضه في ايكوال يبقى لازم قد الناحية دي. كده أول معلومة. طيب تاني حاجة، نشوف ايه اللي موجود يمين وموجود شمال متكرر وخلاص، يعني اشوف ايه اللي متبقي يعني. فهنا كده 23 لقيتها موجودة الناحية التانية 23، فكده خلاص كفة الميزان مظبوطة. يبقى انا لازم ايه، لازم ان الحتة دي تبقى قد الحتة دي. فاهم قصدي؟ عشان كده قلت لك لازم كفة الميزان ادي 23 زي 23 كده، خلاص خلصنا منها. يبقى لازم الحته اللي متبقيه دي هي قد الحته اللي متبقيه دي. طيب بس المشكله بقى ان هنا 10، هنا كام؟ هنا 10 وهنا 100، يبقى هو عمل لها ايه، زود لها صفر، يبقى بالتالي اللي عملته تحت اعمله من فوق، ازود هنا كمان صفر، فبقت ايه 60. بس وفي الاخر ايه، عايزهم متجمعين.
60 بلس 23 ب 83. تمام. ده كده اول سؤال. هاخد بس بي واف والباقي نفس الحاجه، نفس النظام. ابص على كفه الميزان، هنا ال 7 اوفر 10 موجوده وهنا ال 7 اوفر 10 موجوده. جميل. يبقى ناقص لي مين؟ ناقص لي الجزء ده، يبقى لازم يساوي الجزء ده. هنا في 7 اوفر 10، هنا في 7 اوفر 10، يبقى لازم الجزء ده يبقى لازم قد الجزء ده. طيب ماشي. بس الفكره بقى ان هو ايه، ان هو هنا هنا المره دي كانت 100، خليها لي هو 10. مفيش مشكله، يلعب زي ما يلعب. هي المره دي كده كام؟ المره دي كانت 100، خليها لي هو 10، يعني شال صفر. طيب شال صفر، يبقى انا لازم كمان برضو ايه اللي اعمله من تحت اعمله من فوق، اشيل صفر انا كمان، هخليها 6. 7 بلس 6 بكام؟ ب 13. ماشي. اخر واحده في اف، لازم برضو ايه، خلينا مركزين على كفه الميزان. ادي 82 اوفر 100 وهنا في 82 اوفر 100. خلاص تمام. يبقى انا لازم الجزء ده زيه زي الجزء ده بالظبط. هنا 10، هنا خلاها 100، يبقى عمل ايه؟ زود صفر هنا، يبقى بالتالي اللي اعمله من تحت لازم اعمله من فوق، ازود كمان صفر من فوق. يبقى 60. خلاص احط له 60. طيب والفرق بس ايه؟ هو المره دي مديك رقمين مختلفين. طيب ما مديك رقمين فيهم نقط. طب ما انت اوريدي عارف ان اللي تحت بيبقى ثابت. هل انت مش عارف دي يعني؟ ومش لازم نكتبها لك يعني، ما انت اوريدي عارف ان اللي تحت ثابت. وهنا 60 بلس 82 بكام؟ لو متلخبط عادي، تعال برضه نتعلم مهاره ان احنا ممكن نعملها من تحت اهي. 60 بلس 82 اهي. 2 بلس 2 بلس 0 ب 2. 6 بلس 8 14. بس يبقى 1 4 و2. بس كده. الباقي هتكمله برضه بنفس الطريقه. السؤال اللي بعده. طيب نفس النظام هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك find the result of each of the following. عايزين نوجد الناتج. طيب تعالى كده ناخد ايه سؤال سؤال. هناخد ايه؟ بس انا هاخد الثلاث اسئله دول والباقيين كلهم شبه بعض. لو يعني ايه، بص عشان برضه تعرف انا بعمل ايه في الفيديوهات. انا باخد في الفيديوهات الاسئله اللي هي فيها افكار مختلفه ممكن تلخبطك. فطالما ان انا ما حلتش الباقي، اعرف انه اعرف ان كل سؤال من الاسئله اللي متبقيه شبه حاجه من اللي انا حلتها. تمام. وبرضه هثبت لك ده، بس خلينا نحل الاول بعد كده ايه هقول لك ليه. هنا مثلا ايه، طبعا زي ما اتعلمنا مش هينفع اعمل الدينومينيتور مختلف، فلازم ازود زيرو وازود ايه، اللي اعمله من تحت اعمله من فوق، ازود زيرو. في الاخر كام؟ ادي 100 وهنا 250 يبقى كام؟ 52. بسيطه يعني. طيب وهنا بس ده برضه نفس النظام، اشوف اللي عند الدينومينيتور، لا هنا محتاج ازود زيرو، هنا محتاج ازود زيرو. هنا 100 وهنا كام؟ 60 بلس 40 بكام؟ ب 100. ايه في الاخر اكنها ب 1 يعني، لو انا حبيت ازود الكلمه دي من عندي يعني. طب ابص على جي. هنا لا الدينومينيتور مش شبه بعض، هنا في 100 يبقى بالتالي لازم اسوي كله زي بعضه اهي. ازود زيرو وازود زيرو، ازود زيرو من هنا ازود زيرو من هنا. بس كده بقى كله شبه بعضه خلاص. ادي هنا 100. 70 و30 يبقوا 100. 100 وفيهم 1 يبقى 101. بس كده. طيب تعالى بقى اثبت لك ان بقيه الاسئله نفس الافكار. مثلا اي، مثلا حاجه شبه اي، ما هي نفس المثال اللي حليناها فوق. هزود هنا زيرو وازود هنا زيرو واجمع. مثلا حاجه زي اتش، طب ما اتش دي هي شبه المساله بتاعت جي، بس فرق مجرد بغير ارقام. برضه هنزود زيرو هنا وزيرو هنا وزيرو هنا وزيرو هنا وهكذا بقى. هتلاقي الباقي شبه بعضه. فهمت بقى؟ يلا السؤال اللي بعده. تعال انا هحل معاك دول والباقي نفس الحاجه. طيب قلنا لما بنيجي نجمع طبعا لازم نساوي الفراكشنز ببعض. ادي هنا 100 هنا 10، لا لازم ازود هنا 0 وازود هنا 0. قلنا بنعمل ايه؟ بنجمع الهولز. ادي هنا 6 ونجمع الفراكشنز. ادي هنا 100 35 تبقى كام؟ 35. بس وهو عايزهم كميكس. خلاص مظبوط. بعد كده كي عايزها المره دي ديسيمال. طيب طبعا هنا مش زي بعض، هنا 100 لكن هنا 10. هزود 0 وازود 0. المفروض تطلع لي كام؟ هتطلع لي هنا 100 وهنا 69 و20 هيبقوا كام؟ هيبقوا كده 99. تمام. سوري. 6 و2 ب 8. 80 كام؟ 89. تمام. طيب بس مش ده اللي هو طالبه. هو طالب ايه؟ عايز ديسمال. نحولها له ديسمال بس كده اهي. اكن بتخيل ان البوينت هنا ونططها نطه والنطه الثانيه، يبقى كده 0.89. تمام. طيب رقم او برضه نفس النظام. تعالى بس نظبط الحاجات دي اللي تحت دي عشان يبقوا 100 كلهم زي بعض. هنا 100 زي بعض وهنا 100. ماشي كده. زودنا صفار زودنا صفار كده كده كلهم مظبوطين. اجمع الهولز. 4 و5 9. 9 و2 11. وهنا 100. 20 و20 40. 40 ومعاهم 2 يبقى 42. بس مش ده اللي هو طالبه. هو عايزه ايه؟ هولز. سوري ديسيمال. قلنا طالما ديسيمال بنحوله من فراكشن، بنحوله من ميكسد نمبر. معلش اعمل لي المنظر ده. 11 بلس 42 اوفر 100. يعني معناها ايه؟ ادي ال 11 بلس
حول ده بقى لديسيمال يبقى 0.42. معلش انا بحب المنظر ده كده عشان ايه؟ عشان برضه اوضح لك في سؤال جاي ان شاء الله اقول لك انا ليه بعمل كده. فدي فصصناها قلنا الميكسد نمبر هو عباره عن ايه؟ هولز لوحده والفراكشن ده لوحده بنجمعهم على بعض. ادي الهولز زي ما هو خلاص، احول بقى دي للديسيمال هيبقى 0.42 في الاخر اجمعهم. 11 مع الزيرو عشان دي الهولز بجمع الهولز مع بعض يبقى لسه 11 زي ما هي وبنزل الديسيمال زي ما هو بس كده. يبقى في الاخر كام؟ ادي 11.42. طيب رقم جي اوريدي خلاص هنا جاهزه اصلا 100 دي مش محتاجه حاجه. 32 31 يبقوا 63 هيبقوا كام؟ 0.63. ليه؟ عشان هو طبعا عايزهم ان ديسيمال. طيب رقم ان هنا نفس النظام بنجمع الهولز بس استنى نظبط الفراكشنز الاول. ماشي عشان هنا طبعا 100 فظبطناها زي 100. 12 و4 طبعا لو هنا كانت 10 محتاج ان انا ازود اصفار. ما هو لا، ما هو 10 زي بعض بس ايه عشان محتاجين نظبطهم زي بعض يعني. طب 12 و4 اول حاجه بنجمع الهولز. 12 و4 ب 16 ونجمع الفراكشنز ادي 100. هنا 37 بلس 10 هتبقى 47. ما ننساش ان هو عايزهم ديسيمال برضه اخليهم على جنب كده. معناها 16 بلس 47 اوفر 100 اللي هي معناها كام؟ اللي هي مستر 16 دي زي ما هي كده خلاص هولز. ونحول ده سوري يعني اللي هو كأنه زي ما هو كده هول. وعايزين نحول ده لديسيمال يبقى 0.47. نجمع الهولز مع الهولز 16 بلس 0 ب 16 وطبعا بننزل الديسيمال زي ما هو بس كده. يبقى في الاخر هو الديسيمال عايزها كام؟ يبقى 16.40 كام؟ 47 بس كده. يلا السؤال اللي بعده. طيب الاسئله اللي بعدها نخش بقى على الستوري بروبلمز. هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هادي هاز 5 over 10 liter of juice. He added أو he add 40 over 100 liter of juice to them. يعني كان عنده ايه؟ كان عنده زي مثلا كوبايه كده اهي وفيها جزء معين تمام 5 over 10. هو بيقول لك هو اد يعني هو اضاف، هو كب شويه كمان ليهم بالمقدار ده 40 over 100 لتر ايا كان المهم يعني شويه كميه جوز تو ايه تو زم ليهم. فممكن مثلا ايه بدل ما هي كانت تحت وصلت وبقت مثلا ايه لفوق شويه كده او كب شويه عصير يعني. طيب how many liters does he have in all؟ عايز يعرف بقى ايه عدد الليترز اللي هو عنده in all بقى كله بقى على بعضه. وطبعا السؤال ده مش حلو كده بالمنظر ده ولا احسن هاو ماتش. ليه؟ انا ليه غيرتها لهاو ماتش؟ لان طبعا السائل مش بيتعد. بس لو هو مش قصده على السائل نفسه قصده كليترز اللي هي عداد اللي هو يعني 1 لتر 2 لتر 3 لتر خلاص فكك من اللي انا قلته ده كده كده ايه شويه انجلش. المهم يعني ايه هاو ميني لترز؟ عايز يعرف عدد الليترز اللي هو هي ان اول هل مثلا 3 ولا 4 ولا 5 ولا كام عددهم يعني. بس فنقول له كده ايه؟ هنقول له كده ايه ذا بعد كده نكتب احسن ذا نمبر اوف ليترز يعني عدد الليترز equal بس كده او the number of liters equal كام؟ نقول له كده 5 over 10 plus 40 over 100. طيب هل ده ينفع؟ لا يا مستر لازم اغير دي. هقول له كده اهو 50 over 100 زودت هنا زيرو هنا زيرو بس بلاش نزودهم هنا يعني احسن اعمل ايكوال وغيرها يعني. ادينا عملنا ايكوال قلنا لازم كفة الميزان ادي 50 over 100 بلس لازم كفة الميزان زي ما هي. غيرت دي اهي ماشي انزل بقى الباقي زي ما هو. كفة الميزان لازم تنزل زي ما هي اهي 40 over 100 بس واجمعهم بقى 40 بلس 90 40 بلس 50 ب 90 90 over كام 100. وما انساش اقول له ايه لتر اهي liters of a of juice. خليها بالكتابة احسن اهي of a of juice بس كده تمام. السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك حسام walked 5 over 10 كيلومتر. هو جري المنظر ده بيقول لك زين وبعد كده he walked 21 over 100 كيلومتر. فكده هو جري شوية جري مسافة معينة وبعد كده جري شوية مسافة تانيين. ممكن يكون مثلا ايه خد بريك ولا حاجة ويرجع يكمل جري.
اكيد طبعا انا متوقع من قبل ما اكمل، اكيد السؤال هيقول لك ايه هي يعني هو جري في الاخر كله قد ايه؟ ان هو جري شويه ومثلا وقف شويه وبعد كده ايه زن بعد كده كمل. فاكيد السؤال المتوقع يعني ان هو يقول لك كلهم قد ايه يعني. فعلا اهو. هاو لونج ديد حسام ووك تو هيز هوم، يعني هاو لونج يعني كام المسافه اللي حسام ووك تو هيز هوم، اللي حسام مشيها للبيت. خلاص هنجمعهم على بعض. يبقى اقول له كده ايه، اقول له كده حسام ووكس. حسام ووكس بقى قد ايه؟ يعني حسام مشي قد ايه؟ نجمعهم بقى. 5 over 10 plus 21 over 100. يبقى حسام بقى مشي قد ايه؟ 5 over 10 plus 21 over 100. واحط ايكوال، اغير بقى دي، محتاج احط زيرو فوق واحط زيرو من تحت بس، وانزل كفة الميزان زي ما هي 21 over 100 بس، واجمعهم بقى عادي. 50 plus 21 ب 71 over 100. طبعا ما ننساش ايه؟ كلمة كيلو متر. ماشي، كلمة ايه كيلومتر. تمام. يلا ايه السؤال اللي بعده؟ يلا السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا كده هنا بوت ا بيس اوف كلوث. يعني ايه؟ هنا البنت الحلوة دي اشترت قطعة اوف كلوث من اللبس، يعني اشترت قطعة من اللبس. تمام. طول اللبس ده قد ايه؟ 8 اوفر 10 متر. اند منى وصاحبتها التانية منى البنوتة الحلوة دي بتقول لك بوت another piece of length 25 over 100 متر. يبقى بنت اسمها هنا اشترت قطعة من اللبس ب 10 ب 8 اوفر 10، وصاحبتها منى اشترت another piece، اشترت قطعة أخرى طولها قد ايه؟ 25 over 100 متر اهي piece of length طولها يعني. What is the total length of two pieces؟ عايز يعرف ايه هو المجموع الكلي او مجموع الاطوال كلها للتو بيسز. طبعا خلاص عرفنا اهو. هنقول له كده ايه؟ ذا توتال. هنقول له كده ذا توتال لينس، يعني مجموع الاطوال. ذا توتال لينس مجموع الاطوال بيساوي كام بقى؟ هنقول له كده بيساوي 25 over 100 بلس 8 over 10. كالعادة بنعمل ايه؟ ادي 25 تنزل زي ما هي، مش هنغير فيها حاجة، بس عايزين نغير في التانية. طيب، وطبعا اغير في دي فهتبقى 80 80 over 100. زودت زيرو من فوق زودت زيرو من تحت بس، واحلها زي ما هي. ادي 100 25 بلس 8 يعني 105 بس. 105 كام؟ ما ننساش متر. ماشي بس كده. السؤال اللي بعده بيقول لك آية هاد جزء كده كيلو جرام اوف رايس، يعني عندها ايه؟ يعني رقم معين من الكيلو جرام اوف رايس من الرز. شي بوت هي اشترت انذر كذا كيلو جرام برضو، برضو من الرز. طالما لو ما حددش قال لك انذر يعني اخر، والرقم ده كيلو جرام فهتلاقيه برضو من الرز يعني. she used all the amount، هي استعملت كل الكمية. the amount يعني الكمية. to cook a meal، فهي استعملت الكمية كلها علشان تطبخ اللحمة. سوري، الميل اللي هي الوجبة يعني. تمام. فهي استعملت كمية الرز كلها علشان تطبخ الايه؟ تكوك، عشان تطبخ الوجبة. How much rice did she use؟ فايه هي كمية الرز اللي هي استعملتها؟ خلاص يبقى نيجي نقول له كده ايه؟ the amount of rice. the amount of rice يعني كمية الرز بتساوي
او ممكن ازودها ايه زي amount of rice she use، يعني كمية الرز اللي هي استعملتها زي amount of rice she use equal بتساوي كام؟ اي كمية الرز اللي هي استعملتها بتساوي كام؟ ونشوف بقى دي هو 1 5 over 10 plus 1 و 25 over 100 تطلع الإجابة بكام؟ طبعا ما ننساش إن أنا لازم أظبط بس خلينا نظبطهم هنا الأول. هنا 1 لازم أظبط دي فتبقى 50 over 100. بس يبقى أنا كده إيه الشكل ده ظبطته هنا أهو، وأنزل كفة الميزان زي ما هي أدي 1 و 25 over 100. طبعا زي ما قلنا في الميكسد بنعمل إيه؟ بنجمع الهولز الأول 1 بلس 1 ب 2، ونجمع الفراكشنز 50 و 25 ب 75. طبعا اوفر 100 ما ننساش في الاخر اكتب ايه، ما انساش اكتب كيلو جرام اهي كيلو، ثواني، كيلو جرام. تمام بس كده. يلا السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك عبير، ده اسم بنت واحده اسمها عبير، عندها هاد 8 over 10 of meter of fabric، يعني قطعه قماش طولها قد ايه 8 over 10. تمام. she went to the store، يعني هي ذهبت، went يعني ذهبت to the store ذهبت للمتجر او المحل، يعني store يعني المحل، and bought another 25 over 10 of meter، واشترت برضو another يعني اخر جزء تاني من الايه من المتر. فهي كان عندها 8 over 10 وكان عندها برضو الجزء ده. how much fabric did she have in all؟ برضو عايز يعرف ايه كمية الفابريك اللي هي عندها in all في كله، ايه هي كمية الفابريك في كله. فنفس النظام هنقول له هنا كده ايه اهو the amount يعني كمية the amount of fabric of مع كده ايه brick of fabric equal كمية الفابريك بتساوي قد ايه. ونحل بقى هنا عادي ادي 8 over 10 plus 25 over 100، يبقى 8 over 10 plus 25 over 100 هتساوي كام؟ ادي هنا كده 80 over 100 plus ادي 80 over 100 plus هنا كده 25 over 100. بس يبقى ادينا غيرنا المنظر ده وبقيت كفة الميزان بتنزل زي ما هو. اللي انا ما بغيروش بنزله زي ما هو، بحطه زي ما هو بكتبه. اللي انا بغيره بس ايه ده اللي بغيره. تمام. طيب وبعد كده في الاخر اجمعهم بقى عادي زي ما اتعلمنا بقى كتير في الاسئله اللي فاتت دي. 80 بلس 25 يعني كام؟ 105 برضو. وطبعا ما انساش كلمه ايه، كلمه متر. ماشي بس كده. طيب بيقول لك هنا كده ايه fill in the models to show each fraction and then solve، يعني بيقول لك fill يعني املي المودلز دي. تمام. to show علشان تبين each fraction كل fraction. تمام مفيش مشكلة. طبعا دي علشان 100. تمام او سوري تمام ماشي تعال نشوف دي عشان طبعا 10 سوري دي 10، لكن الشكل ذات نفسه 100. فهل هينفع نرسم على يعني هل هينفع نعبر عن ده بده؟ لا يا مستر دي 100، فبالتالي محتاج اخلي دي 100. يبقى بالتالي اللي اعمله من تحت اعمله من ايه، اعمله برده من فوق اخليها 80. فاحنا عارفين ان هم كام صف؟ هيبقوا 8 صفوف ادي 1 2 هعملهم واجي لك. كده رسمنا اول 8. بعد كده نرسم ال 25 دي. خلاص عرفنا ان هي ادي واحده ادي اتنين وادي 5 1 2 3 4 5 بس كده. وبقى لك بعد كده ايزين سولف حل، وادينا اهو حلينا. تمام. يلا السؤال اللي بعده. هو نفس السؤال برضو. واحدة اسمها سوري واحد اسمه ضياء، عنده ووتر بوتل، عنده ازازة فيها 5 over 10 لتر. هي ادد هو برضو حط شوية تاني another to another bottle he added it سوري he added it يعني هو حطها to another bottle، هو حطها في ازازة تانية. والازازة التانية دي كان عندها كام؟ ذات دي اللي هي قاعدة على البوتل يعني عندها. فبيقول لك هي ادد ات يعني هو حط الازازه دي تو انذر بوتل لازازه تانية عندها قد ايه 65 400 لتر. تمام. فهو كان عنده الكميه دي زي ما قلنا ايه، زي ما رسمناها من شويه ادي ازازه كان عنده الكميه دي
بعد كده كبيت عليها شويه كميه تاني فبقت هناك مثلا يعني. تمام. طيب ايه اللي هو عايز يعرفه؟ does he have more than 1 لتر؟ هل هو بقى عنده اكتر من 1 لتر؟ تعالى كده نشوف. طبعا فكرة السؤال دي معتمدة على ايه؟ معتمدة على ان الرقم اللي هيطلع لي في الفراكشن ده لو الرقم اللي فوق اكبر من الرقم اللي تحت يبقى انا بالنسبة لي فعلا more than 1 لتر. يبقى انا بالنسبة لي فعلا ايه more than 1 طالما ان الرقم اللي من فوق اكبر من الرقم اللي تحت. تعال نشوف. هقول له كده ايه the amount of liters يعني كمية الليترز بتساوي كام؟ تعالى كده نشوف كمية الليترز بتساوي كام. هقول له كده 5 over 10. هعمل لهم طبعا بلس عشان انا عملت اد يعني حطيت الكلمتين على بعض. 65 over 100 يساوي كام؟ كل شكل محتاج اتغير اغيره، محتاج اغير ده فهيبقى 50 over 100 بلس 65 دي مش محتاجين نغيرها خلاص. 65 over 100 مش محتاجين نغيرها في حاجة. طيب بعد كده هنحل. هنا 100 ثابتة زي ما هي، وهنا كام 50 و 65 تبقوا كام؟ هتلاقي طلعت لك كام 115. لو متلخبط عادي اعملها كده على جنب ادي 65 بلس 50 دي 5 ودي ب 11. ثانية بس كده دي 5 و7 عن 6 بلس 5 ب 11 بس كده يبقى ايه فعلا 11 قصدي 111 يعني. تمام. طيب كده طلع من الرقم ده كام اهو ليترز. تمام. طيب هل دلوقتي الرقم ده بالنسبه لي هو دلوقتي ايه السؤال اللي ساله؟ انا ماليش دعوه عشان ما بقاش بحله وخلاص زي العبيط كده. لا اشوفه سأل ايه. does he have more than 1 لتر؟ هل هو عنده اكتر من 1 لتر؟ قلت لك معتمد على ايه؟ اشوف لو الرقم اللي من فوق اكبر من الرقم اللي من تحت تمام. لازم اكبر من عشان عايز مور ذان لازم هو برضو يطلع اكبر من. تمام. فهل ال 105 اكبر من ال 100 فعلا؟ اه يا مستر فعلا مظبوط، ده كلام مظبوط. يبقى ساعتها انا اقول له ايه؟ هجاوب له انا كده من تحت اقول له كده ايه yes he has more than 1 لتر. اديني كده جاوبت قلت له ايه فعلا yes he has more than. ايوه هو عنده اهو. ايوه فعلا هو عنده اكتر من 1 لتر. بيقول لك هنا كده ايه بعد كده how do you know؟ ازاي انت عرفت؟ اهو اديني اهو بالحل اهو عرفت. اهو طبعا محتاجين ايه؟ محتاجين نقول له لا نزود له شويه نقول له كده ايه because ده اللي هو how do you know ازاي انت عرفت. فاقول له كده ايه because the numerator is greater than denominator بس. فاقول له كده عشان ايه؟ علشان خاطر بنقول له كده ايه because the numerator is greater than the denominator عشان خاطر النوميريتور اكبر من الدينومينيتور فبالتالي لازم الفراكشن يطلع اكبر من كام؟ اكبر من 1. use the models to explain استعمل المودلز. طبعا تعالى برضه نعملها زي ما هي. هنا كانت 50 فهيبقوا 50 صف سوا. بس اهو كده رسمت ال 50 واهو كده رسمت ال 65 بس كده خلاص خلصت. السؤال اللي بعده هنخش على اسئله المالتيبل تشويس، اسئله الاختر تشوز ذا كوريكت انسر. برضه هنحل بنفس الطريقه اللي عملناها في الفيديو اللي فات، نحاول نشوف كل اجابه هتنفع ولا لا. طبعا هنا 100 وهنا 10 مش هينفع لازم ازود زيرو. فهتبقى كام؟ هتبقى في الاخر 100 وهنا 36. اجرب كل اختيار. هل دي هي دي؟ طبعا هنا 36 ماشي بس هنا 10 وهنا 100 فدي لا. دي 6 طبعا دي مالهاش علاقه. دي 60 ودي 36. اه يا مستر اهي 36 اوفر 100. تمام. اللي بعده برضه نفس النظام محتاج ازود زيرو هنا وازود زيرو هنا. هنا 100 وهنا كام 50 بلس 30. 15 بلس 30 هتبقى كام؟ هتبقى 45. هل هي 45 بس؟ لا يا مستر ده في 45 فور 100 فمش هي دي. طبعا من الواضح ان انا شايف ان مفيش اي فراكشنز كلها بالديسيمال كلها بالايه بالديسيمال. فلازم وانا بحل اتاكد ان انا حاطط الصوره المناسبه للاختيارات. طب انا الاختيارات مفيش اي حاجه فيهم فراكشن
فلازم احولها لايه؟ اضطر احولها للصوره اللي هو اللي حاططها. طب هو عامل الصوره في ايه؟ عامل صوره الاختيارات في ديسيمال، خلاص نحولها لديسيمال. دي بقت 0.45. ادينا بتخيل ان البوينت هنا حركتها 1 2 يبقى 0. كام 45 اهي. هل دي هي دي؟ طبعا لا، دي 45 هول لا، لكن دي زيرو اصلا. دي 4 هول طبعا مش هي دي. ايوه هي يا مستر 0.45. السؤال اللي بعده برضه محتاج اعمل دي 10 دي 0 دي 0 عشان نخليهم زي بعض. هنا كده 100 12 و 30 يبقوا كام؟ يبقوا 42. هنا المره دي كلهم فراكشنز فخلاص اهي الاجابه سهله اهي. نفس النظام هنا 0 هنا 0، فهنا بقت 100 وهنا 11 بلس 10 ب 21. طبعا برضه نفس النظام، الاختيارات كلها ديسيمال فلازم احولها لديسيمال الاول. تخيل ان البوينت هنا حركت نطه الثانيه يبقى 0.21 اهي يا مستر. طيب هنا كده 10 وهنا 10 تمام، بس انا شايف ان هو مدالي هنا ب 100 فلازم اخليهم زي بعض. يبقى هنا 0 وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0. طالما ان انا شايف ان هنا 10 يبقى انا لازم احولهم ايه 10 زيها برضو، يبقى 100 زيها يعني. 70 و20 يبقوا كام؟ يبقوا 90. الاجابه اهي. طيب الرقم 6 برضه نفس السؤال. هنا 100 برضه محتاج ازود 0 هنا وازود 0 هنا و0 هنا و0 هنا. يبقوا كام؟ 30 و20 يبقوا 50. بس كده. ايه الاسئله اللي بعدها؟ نفس النظام تمام. هنا دي كده كام؟ طبعا هنا اوريدي كلهم 10 زي بعض فخلاص هنحلها على طول. 7 و8 يبقوا كده 7 بلس 8 بلس 9 طلع في الاخر طلعت لك كام؟ 24. بس انا شايف ان الاختيارات كلها ديسيمال فلازم اضطر احول دي كمان لديسيمال. البوينت هنا بتخيل ان هي هنا حركتها نطه واحده بس. ليه؟ عشان دي زيرو. نطه واحده كده يعني 2.4. العلامه جت ما بينهم يبقى 2.4 اهي. فين يا مستر؟ اهي. طيب نفس النظام هنا قلنا طبعا ايه عشان اعرف اجمع الديسيمالز دي. ثواني، محتاج يكونوا ايه زي بعض كده الفراكشنز قصدي. ماشي، قلنا بنجمع الهولز فيبقى 5 وهنا كده 100 وهنا 17 بلس 50 يبقوا كام؟ يبقوا 67. اشوف انا كل ده لغايه دلوقتي ما اعرفش الاختيارات عاملها شكلها عامله ازاي. انا خدت بالي ان الاختيارات شكلها ميكسد نمبر فكده تمام. اشوف الاختيار بتاعي اهو 567 اوفر 100. طيب هل يا ترى الحته دي اكبر ولا دي اكبر ولا يساوي؟ تعال نعملها حته حته. طبعا هنا عشان 10 نخليها 100. هنا نفس النظام برضو ايه نخليها برضو كده وكده ماشي. كده يبقى 100 21 و70 يبقوا 91. طيب والناحيه التانيه كام؟ هنا 100 ثابته زي ما هي. هنا 7 و2 يبقى 9 1 و0 يبقى 1 يبقى 91. هنا 91 اوفر 100 وهنا 91 اوفر 100 يبقى مالهم قد بعض. طيب تعالى نحل دي كده برضه نفس النظام. لازم دي 0 ودي 0. تبقى دي كام؟ تبقى دي ادي كده 100 من تحت ثابته مالناش دعوه بيها. 75 و10 يبقوا 85. طيب محتاج الاختيار اللي هنا يطلع اكبر من اللي هنا. هل ال 85 اوفر 100 اكبر من ده؟ هم اصلا قد بعض يبقى دي مش تنفع. طيب هل ال 9 اوفر 10 قد ده؟ طيب ما هو عشان خاطر اعرف اقارن ده بده، هو خلي بالك هنا 100 لكن هنا 10. طب ما انا هقارن ازاي؟ لازم اخليهم زي بعض كمان. احط دي 0 ودي 0. فدي بقت 90 اوفر 100. اه يا مستر فعلا ال 90 دي بقت اكبر من ال 85 يبقى دي اللي صح. تمام. يبقى دي علشان يبقى احنا كده استفدنا مهارة ان احنا عشان نعمل مقارنة صح طبعا لازم ايه اخلي دي تحت 100 زيها زي دي عشان اعرف اعمل مقارنة بطريقة مظبوطة. تمام. طيب المرة دي هنا بقى العكس، هو عايز يعرف ال 3 اوفر 10 دي. طبعا انا شايف ان في حاجات فيها 100 فبالتالي قلنا لازم نعمل مقارنة صح يبقى لازم نخليهم كلهم 100 عشان نعرف نعمل مقارنة صح. ونجرب هنا طبعا ايه نضيف بقى كل الحاجات اللي فيها صفار. ماشي تعالى طبعا نحل دي الاول. دي كده ب 100 و15 و10 يبقوا 25. هل السيرت اكبر من 25؟ ايه ده؟ ايوه فعلا صح مظبوط. فعلا السيرت اكبر من ال 25 مظبوط. بس كده. اخر سؤال which of the following is true. عايز يعرف اي من اللي جاي ده مظبوط. هنا 10 وهنا 10 هنا بقت 20. هو اصلا في حاجه اسمها كده يا مستر؟ هو احنا بنجمع اللي فوق بنجمع اللي تحت هنا يعني هنا هو عمل ايه؟ هو جمع 10 بلس 10 خلاهم 20 و2 بلس 6 خلاهم 8. هو ده عندنا في الماس صح يا مستر؟ لا يا مستر، احنا المفروض دي كانت 10. طبعا دي غلط، احنا المفروض اللي تحت مش بيتغير. طيب هنا 10 وهنا 100 وشايف ان الاجابه ب 100 خلاص يبقى انا محتاج ان انا اثبت دي. قصدي احولها يعني اخليها 100 كمان.
طيب نشوف نجمع 2 بلس 3 ب 5 وهنا تحت 100 ثابتة. 30 و 22 ب 52. ايه ده؟ فعلا طلعت مظبوطة. فعلا 5 وهنا 5. 52 هنا 52. هنا 100 وهنا كام 100، فدي طلعت ايه مظبوطة. كده الحمد لله خلاص خلصنا. انا عارف ان انا طولت عليكم. كل الاسئلة اللي تغلطوا فيها لازم تحلوا الاسئلة طبعا زي ما قلت لكم، لازم تحلوها بايديكم. ما ينفعش تقعد تتفرج عليا بس، ممنوع منعا باتا تتفرج عليا بس، لازم تحل بايدك. مش قلت؟ يلا ذاكر كويس وربنا معاكم، مع السلامة.